لو انت عامل عملية استئصال للمرارة ومش عارف ايه الاكلات المناسبة ليك بعد الاستشفاء من العملية، فالفيديو ده ليك. انا الدكتورة ساندي العسال وده ABC تغذية. هذا الفيديو برعاية إليت للترجمة، وكالة ترجمة معتمدة بالمملكة. المرارة هي العضو اللي بيساعد في هضم الأكلات الدهنية وبيخزن وبيركز العصارة الصفراوية اللي بيصنعها الكبد، لكن بعد استئصالها بيحصل صعوبة في هضم وامتصاص الدهون، وبالتالي هيحصل نقص في الفيتامينات الذائبة في الدهون. وعشان نقلل المخاطر بعد استئصال المرارة، أول حاجة قسم وجباتك لوجبات صغيرة وتكون بتحتوي على كميات صغيرة من الدهون الصحية، وخاصة MCTs اللي هي Medium Chain Triglyceride، ودي مش بتحتاج للعصارة الصفراوية عشان تمتصها زي زيت جوز الهند ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع الاهتمام بباقي الدهون الصحية زي زيت الزيتون والسلمون والأفوكادو والمكسرات والبذور زي بذور الشيا وبذور الكتان. تاني حاجة نهتم بالأكلات اللي بتحتوي على الألياف زي الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، ولكن بكميات قليلة، ونبعد خالص عن الفاست فود والأكلات العالية الدهون وكمان العالية السكريات والمقليات. وناخد مكملات غذائية لفيتامين D3 والأوميجا 3، وكمان أملاح المرارة اللي هي الأملاح الصفراوية، ودي اللي بتساعد في امتصاص الدهون. لو استفدت من الفيديو بليز لايك وشير، ولو عندكم أي أسئلة اكتبوا لي في التعليقات.